عايز كمان نرجع بالذاكرة والزمن شوية وتحكي لنا عن أول نخلة طلعت إنتاج هنا في مشروعك. كان شعورك إيه؟ إحساسك إيه؟ ولما بتشوف قطاع جديد بيتضاف للقطاعات المنتجة واللي بتبشر، خاصة إن إحنا عندنا مشروع اسمه بشاير الشربجي، شايف الإنتاج الخاص بالنخلة بتشوفه إزاي؟ احنا كان عندنا تجربه كبيره اللي هي الفتره اللي هي قبل الثوره دي. سنوات كتيره جدا عملنا فيها تجارب وابحاث على كل اصناف النخيل. مم. النخيل وكل اصناف الفواكه، كل الزراعات بصفه عامه يعني. فاحنا لما بدانا احنا بجديه في 2015 او 2016 كانت عندنا الداتا كلها موجوده متوفره، عارفين احنا بنعمله ايه يعني. هي أنت راجل تعبت سنين طويلة علشان بالظبط. يبقى عندك نعم. أساس تشتغل بيه. نعم. كلمنا عن الذكريات والتعب والمجهود. بعد 30 سنة 2050 تتوقع الفرافرة هتكون ازاي؟ تتوقع مزارع الشربجي في انتاجها واقتصادياتها هتكون ازاي؟ مش الشرباجي بس، هنا تقريبا كل الناس اللي جت واشتغلوا ما شاء الله ربنا وفقهم ونجحوا. وهي يعني ايد على ايد كده بتبني. بتبني. تتوقع ايه بقى ان شاء الله باذن الله بالنسبه اتوقع لهم ان الفرافره كاقتصاديات؟ هيكون الوادي الجديد خلال مثلا 35 عام 35 هيكون نص تمور العالم عندك في مصر هنا. نص تمور مش العالم. 20% 50% ان شاء الله. ما شاء الله. 35 يعني خلال 10 سنين. ما شاء الله. من حيث الجوده كمان والكم والكيف. مميزه بالجوده. طبعا. مم. وهتقام صناعات طبعا. الوضع بيتغير. الدوله عملت مشروع ضخم جدا في توشكا 2.5 مليون نخله. صحيح. شركات كتيره جدا اشتغلت، عملوا كميات كبيره. في ناس زرعت مساحات ضخمه جدا من النخيل معنا هنا في المنطقه بتاعتنا في سهل بركه، مناطق مختلفه. في العوينات، في ما شاء الله يعني حركه سريعه في النمو. شايف ان الفتره الجايه بقى في قيمه مضافه للزراعات ده اكيد النخيل؟ اكيد. سواء على التمر التصدير. والسؤال هنا، هل حضراتكم من مزارع الشربجي من الفرافره صدرتوا بالفعل تمور؟ احنا بنصدر من مصر؟ بدري. مم. يعني اول انتاج عندنا صدرنا، عملنا شغل كويس جدا ما اصلا شاء في اللي الله. بيصدروها؟ التمر بتاعنا اوروبا. ما شاء الله. التمر بتاعنا هو تقريبا هو افضل تمر في العالم بتاع الفرافره. ما شاء الله تبارك الله. ملوش منافس يعني. طبعا. نعم. ارض وجوده وتربه ومناخ وكل العوامل بالظبط متوفره. كده. بالنسبه لك كالمهندس شربجي ومن خبرتك، في ناس كتير حابه تستثمر في الارض الجديده، حابه تضخ اموالها لكنها خايفه تاخد الخطوه، وانت راجل ضخيت ما شاء الله وتعبت واستثمرت مبالغ كبيره جدا، تقول لهم ايه وتنصحهم بايه؟ هو ما فيش خوف من النخل. النخل زي الارض يعني، ما فيش ريسك اصلا خالص ولا اي مخاطر خالص. يعني هي شجره بتظل في الارض لحد يوم الدين. يعني انت الوقف بتاع عثمان بن عفان لحد الان في السعوديه موجود وبينمو. صح. نخله اتحطت في ارض تظل النخله في الارض حتى تقوم القيامه. مم. ما شاء الله لا قوه الا بالله. لا هي تورث الارض والارض تورثها. صحيح. فهي موجوده النخله. صحيح. النخله زي الانسان بالظبط، زي الست بتولد ولادها بيولدوا وهكذا على مدى الازمان والعصور. مستمره. فهي النخله 20 ايه قرانيه ذكرت فيها النخله. اكثر من 30 حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. هي شجره مباركه. هي اللي عنده النخل ما يجوحش يعني.